جماهيري سيزيد ممكن هذا الاحتفال، ممكن رونق وجمالية أخرى. لكن آخر الأخبار التي وصلتنا وأنه التذاكر ما زالت لم تنفذ بعد، وأن الحضور الجماهيري ممكن لا يكون بالحجم الكبير غدا في محمد الخامس. صحيح بديع، هذا اللقاء من المنتظر أن يشد إليه جماهير عريضة. المؤشرات الأولى تقول أن الشبابيك لا زالت لم تعرف حرارة كبيرة بالنسبة للإقبال، نظرا للأجواء المطيرة التي تعيشها كازابلانكا والمغرب وكذلك تزامن مع عيد الأضحى المبارك والمواطنين باقتناء أضحية العيد وما يصاحبها من المراسيم. وبالرغم من ذلك يقول المعنيون أن المباراة ستعرف إقبالا كبيرا ساعات قبل انطلاقتها، سيما وأن الوداد يراهن على قوة جماهيرية تمده بمعنويات عالية في لقاء غير عاد. الأمر وما فيه إذن بديع. المباراة التي ستنطلق على الساعة 6 بالتوقيت المغربي، وهو توقيت جد مناسب بالنسبة لمن يحج إلى مركب محمد الخامس. وكذلك بديع المعلوم لدى المغاربة كما لدى عموم المسلمين قيمة خاصة لعيد الأضحى الذي يسمونه في المغرب بالعيد الكبير، نظرا لكبار الاهتمام به روحيا واحتفاليا، والأيام عطلة. كذلك هذا ما سيساعد من جهة على هذا الموضوع في أن يحج الجمهور إلى المدرجات، ومن جهة أخرى قد يكون مناسبة لبعض المواطنين لاصطحاب أبنائهم لملعب محمد الخامس. بعض التخوفات فقط قد تكون ذات تأثير في هذا الجانب، وهو المرتبط بأحوال الطقس. فالأجواء هذه الأيام هي أجواء ماطرة مصحوبة بموجة برد، لكن ربما بديع كل هذه المعطيات قد تكون كلها إيجابية ولن تكون سلبية في محيط